السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمال الكبدة وسندوتشات الكبدة. تعالوا بقى نشوف يوم الكبدة ده كان عامل معانا ايه، وعملنا السندوتشات دي ازاي، وعملنا الكبدة دي ازاي. اول حاجة كده نبدأ بكلامنا ايه بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا هنا دي كبدة، دي شرايح هنعملها طبعا ايه كبدة اسكندراني، والتانية مكعبات هنعملها ايه كبدة ببصل بطماطم، الكبدة اللي الناس كلها ايه بتعملها واللي بيوتنا كلها متعودة عليها. والكبدة الاسكندراني طبعا برضو بنعملها، بس احنا معظم يعني اكلاتنا احنا اللي هي الكبدة الاسكندراني بتبقى جميلة جدا بصراحة. اول حاجة كده ايه جبنا بقى التوم هرسناه، حطينا هنا طبعا ايه 4 فصوص توم 3 فصوص توم، زي ما انت حابه كميه التوم اللي انت حباها. بتحطي شويه فلفل اسمر ساده، وبتحطي طبعا كزبره. انا طبعا ما كانش عندي كزبره فمش مشكله، مش هنوقف الكبده يعني على الكزبره. يلا مشينا فلفل اسمر وتوم، تبلناها وخليناها ايه متبله. بعد كده جبنا هنا بقى ايه الطاسه كده ايه على البوتاجاز، هننزل بقى كده ايه بالزيت. وطبعا كنت مقشره ايه بطاطس، الكبده يعني بطاطس مقليه معروفه. حطينا بقى هنا كده الزيت هيتقدح كده مع نفسه. جبنا هنا ايه اول حاجه جبنا حله صغيره كده مقطقطه كده. حلاوتك بقى كده يا مزيزو، هتعملي لنا بقى النهارده الكبده ازاي؟ تعالي بقى ايه هنشوف. حطينا بقى الحله، هنحط بقى ايه معلقه سمنه. حابه انت بقى تحطي سمنه تحطي زبده اللي انت حباه حسب طريقه اكل اولادك، او حسب ما انت الحاجه اللي انت متعوده او حابه او حابينها في البيت حابين تاكلوها. انا هنا بحط معلقه سمنه. هجيب بقى ايه الكبده اللي هي المكعبات ماشي. وهنا طبعا الطاسه اللي انا ماسكاها في ايدي الجريل دي جاهزاها علشان خاطر ايه نوع الكبده التاني. الاكله كلها سهله وبسيطه وما تاخدش معاكي وقت، يعني بتبقى كلها في وقت واحد. هنا ننزل بقى ايه بالكبده المكعبات. لازم تنزلي بقى بيها كده ايه على السمنه وهي سخنه، تكون مقدوحه معاكي جامد، ويكون النار عاليه علشان تاخد معاكي صدمه وما تتهريش. تبقى الكبدايه زي ما هي ماسكه نفسها ما تتهريش منك، وما ايه يعني ما تنزلش ميه منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده بقى ايه هنسيبها كده خدت صدمه بقى كده معايا، ما تقلبهاش كده ايه في اولها على طول، لا سيبيها شويه. بعد ما تسيبيها شويه كده ايه هتتشوح بقى معاكي ولونها هيتغير. طبعا ايه انا طبعا مجهزه طبعا فلفل ومجهزه بصل، والطماطم دي بتبقى بعدها بشويه ما تحطهاش على طول في ساعتها. اول حاجه كده هنجيب البصلايه وهنقطعها كده ايه صوابع كده، بس بتبقى ايه يعني تخينه شويه، ما تخليش البصل يعني رقيق علشان ما يتهريش وما يسحش منك. بتاخدي بقى ايه فلفل اخضر برضو ما بتكتريش، يعني انتي ايه حاجات كده يعني بتديها كطعم وتست حلو كده في الاكل، وشكل برضو جميل جدا. وهنا فلفل احمر وحطيت الفلفل الاصفر، وهنقلب بقى كويس. هنحط بقى ايه فلفل اسمر عليها. في نوع فلفل اسمر، انا عندي نوعين، يعني انا عندي الفلفل الاسمر ساده وعندي فلفل اسمر بملح ايه ابيض. ده انا طحناهم مع بعض وبيبقى عليه لوري وحبهان وكامل من كله. طبعا قبل اي حاجه من ده كله ايه بتحطي برضو ايه اول ما بتحطيها وتحسي ان هي خلاص يعني قلبت لون، بتحطي بهارات كبده. هنا بقى حطينا البطاطس كده وهنسيبها ايه تستوي كده مع نفسها. مع ما الكبده ايه تخلص هيكون البطاطس ايه استوت معانا. كل حاجه بتمشي بيها كده بالتدريج، الاكل ما بياخدش معاكي وقت خالص. هنا بقى الكبده بصوا ماسكه نفسها، ما فيش اي سوائل منها نزلت، ما اتهرتش، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. اهو ده بقى كده الفلفل الاسمر اللي بيبقى عليه ملح. هنا بقى الطماطمايه، هناخد برضو طماطمايه هنقطعها نفس التقطيع اللي قطعناه للفلفل والبصل، وهنسيبها بقى كده في الوقت ده. بعد ما حطينا الطماطمايه طبعا احنا معليين النار وهنسيبها تتشوح كده شويه. بعد كده بقى بنوطي عليها النار، كل الحاجات دي بتستوي وفي نفس الوقت كده ايه مع يعني الكبده بتستوي وهو بيستوي، يعني ايه يبقوا الاتنين كده ايه يعني في ميزان واحد زي ما بيقولوا في التسويه الاتنين مع بعض. وطيت بقى هنا عليها، وهنا بقى ايه هحط بقى ايه شويه زيت. اول كده بقى ايه ما هتسخن معايا هنزل بقى ايه بالكبده التانية. لازم برضو تكون الحاجه سخنه جامد. بصوا يعني طبعا انا عامله يعني عامله مونتاج للفيديو،
انا لو مش عامله مونتاج كنت هتسمعوا صوتها كده اول ما اتحطت في الجريلا. بصوا بصوا صوتها كده، يعني بصوا حاجه تانية والله بصراحه جميل. بصوا انا بقى بحب اعمل فيها كده، ما تقلبهاش عشان مش تتهري منك. يعني انت كل ما بتحركيها كده بالراحه عشان ما يتهريش منك. بصوا مجرد ما لونها بيتغير خلاص. بصوا بقى كده ايه، بتسيبيها كده، بتسيبيها خالص كده ايه، تاخد بقى ايه السوا بتاعها كده، بتاخد صدمه اهم حاجه عشان ما تتهريش منك. وكل واحد طبعا ايه طبع الطريقه اللي هو بيحبها. هنا بقى ايه الفلفل هنقطعه كده عليها على طول. هتقولوا لي طب ما انت يا مزازو بتبقي مقطعه الحاجه، الفلفل والبطاطس بصل طماطم اي حاجه بتبقي مقطعاها ومجهزاها. اقول لكم لا، انا عند الكبده بحب اقطع كل حاجه كده في وقتها، مش عارفه ليه. يعني ممكن يكون كل واحد بقى ايه حسب رغبته. انا عندي حب استمتاع كده ان انا اقطع الحاجه كده فوق الكبده واشم ريحتها، تبقى خرافه بصراحه. يعني الحاجه دي كده وانت بتحطيها كده بتقطعيها ومع الريحه بتاعت الكبده بتبصي بتوديكي في حته تانية خالص. وطبعا انت ما بتسويهاش تسويه كامله الكبده، بتبقى نص سوا كده تشويحه بسيطه بتبقى جميله جدا. بصوا هنا كده يعني كده اعتبر النوعين خلصوا معايا والبطاطس برضو. وانتي بتتفرجي بقى كده على الفيديو، اللي ما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من يومياته ومزيزو. واعملوا لي كومنت حلو زيكم واحلى لايك برضو. وربنا يسعد ايامكم يا رب. هنا بقى ايه كده جبنا، خدت ورقة من الكابوتشا وورقة من الكرنب الاخضر، ورقة يعني اللي هو السلطة خس السلطة، وقطعتهم جهزتهم كده في طبق. وهنا كانت الكبده ايه بصوا استوت كده معانا بسم الله ما شاء الله، ريحتها جامده في حاجه فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. الله اكبر عليها بسم الله ما شاء الله، ريحتها كانت جباره بصراحه. وهنا طبعا كنت جايبه ايه شيبسي، ومجهزه طبعا الفينو. الكبده بتاكليها باي عيش، بس انا يعني في اليوم ده بصراحه اولادي يعني كانوا تعبوا معايا بجد وكانوا عملوا مجهود جامد. بسم الله ما شاء الله عليهم. كانوا بيعملوا لي السطح وخلوه بسم الله ما شاء الله فله كده، روقوها. هعمل لكم انا فيديو للسطح في يوم. فبصراحه قالوا لي اعمل لنا اكله حلوه، قلت لا ما اقدرش استبخل يعني. ربنا يا رب يحميهم لي يا رب ويخليهم لي. اه وكان معاهم تيتو يا جماعه ابن اختي، ربنا يا رب يخليه يا رب ويحميه. بصوا بقى هنا كده فتحت الفينو وعملت هنا كده السندوتشات. وهنا بقى جبت الكاتشب كده، هو كان كاتشب حار فانا ما حطيتش من جوه كتير، حطيت كده على الوش من بره. وهنا طبعا الكبده بتتاكل كده، دي بقى ما بتعملش سندوتشات، بتاكل بقى كده ايه بالعيش على طول. وطبعا البطاطس وكانت كل حاجه. وما تنسوش تعملوا اشتراك لأم زيزو. مع السلامه.